صباح الورد والياسمين. النهاردة هنعمل البامية الجارفة، البامية الصيامي من غير أي لحوم ولا فراخ. هنعملها في 10 دقايق بس، وهتكوني مخلصاها. بجيب حلة فيها مية على النار، وبحط لها حوالي 5 6 فصوص من التوم صحيحين زي ما هما كده، وبحط ملح وكزبرة ناشفة وكيس مرقة خضار، وبسيبهم على النار يغلوا حوالي 5 7 دقايق لحد ما التوم يبدأ يستوي. وفي الفترة دي بجيب البامية واقطعها. طبعا البامية دي انا زرعاها في البيت، فطبعا يعني بامية اورجانيك، ومفرزاها في الفريزر صحيحة زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ اقطعها شرايح صغيرة. الاكلة دي سهلة جدا ومفيهاش يعني دعك مواعين كتير ولا بهدلة خالص. في 10 دقايق زي ما قلت لكم هنكونوا مخلصين. بقطع البامية صغير زي ما انتوا شايفين. عايزة اقولكم انه البامية دي طعمها رهيب من غير لحوم خالص ولا فراخ، تتحضر في 10 دقايق بس طعمها بأمانة ملهوش حل. منقذة في الصيام، يعني في 10 دقايق تعمليها وتغيير كمان، لا حلوة حلوة يعني انصح الكل انه يجربها. ودي طبعا طريقة صعيدية اصيلة. دلوقتي خلصت تقطيع البامية وكمان التوم استوى على النار، فاخد البامية على طول وانزل بيها في الشوربة. شوربة صحية جدا مفيش بعد كده. وبعد ما بضيف البامية في الشوربة اسيبها حوالي برضو 3 4 دقايق تستوي، بما انه البامية فروزن، يعني انا جايباها من الزرع ومفرزاها. لكن لو بامية فريش هتاخد حوالي 7 دقايق لحد ما تستوي، علشان كده تكون مستوية ودايبة وزي الفل. علشان لما نيجي نفرمها، لو حبيتوا تستخدموا الهاند بلندر تحفة زي ما انا هستخدمها النهاردة. حبيتوا تستخدموا حاجة اسمها المفرك، ده برضو بنستخدمه في الصعيد، تتفرم معاكم بكل سهولة. فالبامية بتاعت النهاردة فروزن هتستوي في حوالي 3 دقايق. اخلي النار على الوسط واسيبها لحد ما تستوي. وفي المرحلة دي برضو جبت الكزبرة الخضراء وقطعتها صغير بالشكل ده، وبنزل على البامية بالكزبرة واديها يدوب غلوة واحدة، وافصل عليها النار وابدأ افرمها. زي ما قلت لكم، عايزين تستخدموا الهاند بلندر او ممكن تستخدموا الخلاط عادي او المفراك المتاح عندكم. انا هنا سريع سريع بالهاند بلندر كده اديهم فرمة واحدة حوالي 30 ثانية بيطلعوا زي الفل. وبعد ما خلاص فرمتم هشغل عليهم النار بس يسخنوا كده وياخدوا غلوة زي ما انتوا شايفين. ففي 10 دقايق بالظبط كنا مخلصين احلى بامية جارفة من غير اي لحوم ولا فراخ. طعمها رهيب ملهوش حل، خطيرة خطيرة كده. احنا خلاص خلصنا احلى طبق بامية. خلاص هنغرف في الطبق بتاعنا وشوية ليمون كده وعيشوا حياتكم. مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده، حاجة كده رهيبة من الاخر. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها في البيت مش هتندموا. فياريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ولايك وشير للفيديو لو عجبتكم الوصفة. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.